ها يا جماعة، يمكن أنا مش أحسن حد يتكلم في الدين أو يتكلم في حاجات من دي يعني، ومش ده كمان الكونتنت بتاعي، ولكن حبيت إن أنا أشارك زي ما أنا بشارك معاكم دايما تجاربي، أشارك كمان الأفكار، يمكن بيجيلكوا أفكار زيي. أنا شخص بيحب شغله جدا، شخص كمان بيحب دراسته قوي، بيحب يكون شخص ناجح. دايما خايفة ومتوترة وحاطة نفسي في زون التوتر والقلق الدايم من المستقبل ومن الحاجات اللي بتحصل لي والحاجات اللي ناوية تحصل لي، والماضي بتاعي قد ايه مثلا ان انا عايزه المستقبل يكون احسن منه بكتير. فدايما كنت حاطه نفسي في الزون دي اللي هو انت على طول متوتره على طول قلقانه. ولكن بدات ان انا اهدى وبدات ان انا استقبل كل الاقدار اللي بتحصل لي. وبالمناسبه انا ما كنتش حد راضي ابدا، ودي كانت صفه سيئه جدا، وكنت دايما ساخطه يعني، استغفر الله العظيم طبعا عن كل حاجه بتحصل لي. ولكن حياتي اتحسنت مليون درجه مش 100 درجه. لا، حياتي اتحسنت كتير جدا جدا لما عرفت مبدأ الرضا، انك تكون شخص راضي بالحاجات اللي بتحصل لك. شغل راح، الشغل بيروح وبيجي على فكرة، وهي كلها ارزاق من عند ربنا. اللي عليا ان انا اسعى واقوي السي في بتاعي، واقوي من شخصيتي السوفت سكيلز بتاعتي، اسعى بكل الطرق واقوي النتورك بتاعتي عشان يجي لي شغل افضل من اللي انا فيه. وكمان ان انا اكون حد بيتقي ربنا في شغل، والباقي حرفيا على ربنا. فلو انت شخص بتحس مشاعر زيي ودايما متوتر وقلقان من المستقبل بتاعك، وخايف الشغل اللي انت فيه ان هو يروح منك، او خايف الرزق ما يجيلكش، فصدقني كل ده بايد ربنا، احنا عايزين السعي وبس. فيا رب تكون رسالتي كانت مطمئنه شويه.